بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد. بحمد الله تعالى وتوفيقه وتيسيره ومعونته، سنتناول في هذا الدرس البياني حديثا من أبلغ وأهم الأحاديث التي تؤصل لجانب مهم من حياة المسلمين فيما له علاقة بحفظ الأنساب وحفظ النسل وحفظ الدين. والحديث الذي سأتناوله في مجلسي هذا يتعلق بنازلة من نوازل الرضاع، وهذه النازلة وقعت في عهد النبوة، واستفتي النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وأجاب جوابه عليه الصلاة والسلام بحكم كونه عليه الصلاة والسلام كان إماما، وكان مفتيا، وكان قاضيا، وكان مبلغا بحسب ما تقرر عند العلماء في أنواع تصرفاته صلى الله عليه وسلم. وهذه النازلة سأتناولها في هذا الدرس من الناحية الحديثية الصرفة، ومن الناحية الفقهية، وأركز على جانب العمل بها أو عدم العمل بها تماما كما استقر الأمر عند العلماء المتقدمين حينما عالجوا هذه النازلة وأرادوا من خلالها أن يصدروا أحكاما شرعية معينة تتعلق بصورة من صور الرضاع. هذه النازلة أو هذه القصة أو هذا الحديث خرجه الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري أمير المؤمنين في الحديث، خرجه في عدة مواطن من كتابه الجامع الصحيح، وخرجه غيره من أصحاب السنن وأصحاب المسانيد وأصحاب الكتب الحديثية المعلومة. وكلنا يعلم أن المنهاج الذي صار عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة في تخريج الأحاديث التي وافقت شرطه منهاج من أهم معالمه الإعادة، التكرار. قد كان يعيد الحديث مرات ومرات ويخرجه في الموطن الذي يقدر أنه الأنسب والأوفق والذي يؤدي إلى المقصد الذي من ورائه خرجه في ذلكم الباب. هذا الحديث خرجه مرة في كتاب العلم من الجامع الصحيح، وترجم له بقوله: باب الرحلة في النازلة الواحدة. باب الرحلة في النازلة الواحدة، لأن صاحب هذه النازلة لما حلت به بحسب ما سأقدم بعد حين رحل من مكة إلى المدينة ليستفتي النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ثم خرجه كذلك في كتاب الشهادات، وترجم له بقوله: باب شهادة المرضعة. وخرجه كذلك في كتاب النكاح، وترجم له بنفس الترجمة السابقة: باب شهادة المرضعة. غير أنه رضي الله عنه وأرضاه، أي الإمام البخاري، خرجه في باب قد يعده الناظر
بعيدا كل البعد عن مضمون الحديث. فقد خرجه رحمه الله تعالى في كتاب البيوع، واختار للترجمة التي تحتها روى الحديث قوله: باب في تفسير المشبهات. باب في تفسير المشبهات. لن أجيب الآن عن العلاقة بين هذه الترجمة والحديث، بل سأرجئ الجواب عنه إلى حين الفراغ من رواية الحديث كله، ليعلم سر تخريج الإمام البخاري رحمه الله لهذه القصة تحت هذا الباب. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله هو ابن المديني، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية، قال أخبرنا أيوب هو السختياني عن عبد الله بن أبي مليكة التابعي المشهور، عن عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث. عقبة بن الحارث هو الصحابي صاحب النازلة، عقبة بن الحارث ممن تأخر إسلامهم. في هذا الإسناد ذكرنا كما ذكر البخاري عبد الله بن أبي مليكة. عبد الله بن أبي مليكة هذا قال: وقد سمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ. من هو عبيد؟ هو ذاك الذي مر معنا في الإسناد حينما قلنا حدثنا عبد الله بن أبي مليكة قال سمعت أو حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث. عبد الله بن أبي مليكة استدرك على نفسه في السند فقال: وقد سمعته من عقبة بن الحارث الصحابي ولكني لحديث عبيد أحفظ. استدرك على نفسه. لماذا؟ أنه يعلم أن الراوي ما دام يمارس الرواية الحديثية فإنه تحت مجهر مراقبة علماء التجريح والتعديل، لأن لا يستدرك عليه فيقال له إنك لم تسمع من عقبة بن الحارث بل سمعت منه عن طريق عبيد بن أبي مريم. الإمام البخاري ماذا فعل؟ لمهارته ولدقته في المنهج، حينما كان يكرر الحديث كان تارة يذكر الواسطة بين عبد الله بن أبي مليكة وعقبة بن الحارث تماما كما ذكرها عبد الله بن مليكة، وتارة كان يقول قال عبد الله بن أبي مليكة حدثني عقبة، ليعلم أن عبد الله بن أبي مليكة تارة سمعه بالواسطة وتارة سمعه مباشرة عن الصحابي الجليل عقبة بن الحارث صاحب القصة. لما فرغ البخاري رحمه الله تعالى من ذكر القصة ولم أذكرها بعد، قال عبارة يحسن أن نعالجها الآن ما دمنا في إطار مباحث السند. قال: فأشار إسماعيل ابن إبراهيم شيخ البخاري، فأشار إسماعيل ابن إبراهيم بأصبعيه السبابة والوسطى يحكي أيوب. هكذا العبارة في صحيح البخاري. وأشار إسماعيل المذكور سلفا بن إبراهيم بن علية أشار بأصبعيه السبابة والوسطى يحكي أيوب. هذا يعني أن كل راو لما روى الحديث فإنه رواه ولما فرغ منه أشار هكذا بأصبعيه السبابة والوسطى، وكان مبدأ الإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. هو لما أجاب صاحب الفتوى عن فتواه أشار بأصبعيه السبابة والوسطى، فتناقل الرواة هذه الإشارة، فكان هذا الضرب هو الحديث المسلسل بالإشارة. هذا معنى قولي
الإمام البخاري لما فرغ من الحديث وأشار إسماعيل بإصبعيه السبابة الوسطى يحكي أيوب. هذه مباحث تتعلق بالسند. الآن نعود إلى القصة. قال عقبة بن الحارث: تزوجت ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، تزوج بها وهو في مكة، فلما كانت صبيحة ملكها من غده من اليوم الذي بنى فيها من غده، جاءته امرأة من أهل مكة، أمة سوداء، فدخلت عليهما، على عقبة وزوجه، فسألتهما أي صدقة، فأبطأ عليها، فقالت الأمة السوداء: تصدقوا علي فقد أرضعتكما معا. تصدقوا علي فقد أرضعتكما معا. للإشارة فقط قبل أن أتم باقي أطراف الرواية أن كان من منهج وما زلت أسير عليه أنني أبدأ برواية البخاري ثم أطعمها بروايات غير البخاري في السنن والمسانيد وما إلى ذلك لأجل استكمال عناصر المشهد، لئلا يفوتنا من المشهد شيء. تصدقا علي فقد أرضعتكما. فقال عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني. ثم طرح السؤال على آل أبي إيهاب: هل هذه المرأة الأمة السوداء أرضعت ابنتكما؟ أنكر الزوج وأنكر أهل الزوجة أن تكون هذه الأمة المرأة السوداء المكية قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها. قال عقبة: فركبت، كان في مكة، إلى المدينة، وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له: إني تزوجت امرأة لأبي إيهاب بن عزيز، فجاءت امرأة سوداء من أهل مكة تقول إنها أرضعتني وزوجي. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعرض عنه ولم يجبه. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يعرض عن الناس، إلى الحد الذي تقول الرواية أنه طرح عليه السؤال ثم كرره الثانية ثم كرره الثالثة ثم كرره الرابعة والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه. هذا الإعراض لم يكن إطلاقا من باب الكبر، لم يكن من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتكبر على الناس، فقد كانت الآمة من إماء المدينة لا تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به صلى الله عليه وسلم حيث شاءت، إنما أعرض عنه ليمهله، ليتثبت في نازلته هل كلامه صحيح أم لا. وأعرض عنه صلى الله عليه وسلم وكأنه يستمهل نزول الوحي عليه ليجيبه عن نازلته. إذن هذا الإعراض لم يكن إعراض كبر أبدا، بل كان إعراض إمهال وانتظار لنزول الوحي. في هذه المرات التي كان عقبة بن الحارث يراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نازلته ويقلل من شأن المرأة، يقول إنها سوداء، إنها أمة، إني لا أعرفها، أهل زوجي أنكروا أن تكون أرضعتنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: كيف وقد قيل، كيف وقد قيل. فيقول عقبة: إنها كاذبة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها كاذبة؟ ما يدريك يا عقبة أنها كاذبة؟ قد تكون صادقة. كيف وقد قيل؟ آنئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه: دعها عنك، لا خير فيها. دعها عنك، ويشير بأصابعه: دعها عنك لا خير فيها، دعها عنك لا خير فيها. فما كان من عقبة بن الحارث إلا أن فارقها وتزوجت غيره.
فارق زوجه التي لم يمضي على بنائه بها إلا ليلة واحدة، لأنه جاء في الرواية أن المرأة جاءتهم صبيحة ملكها، فلما حل به ما حل ركب إلى المدينة ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نازلته هاته. لما فرغ الإمام البخاري من رواية الحديث قال تلك القولة: وأشار إسماعيل بأصبعيه السبابة والوسطى يحكي أيوب، أي يحكي ما فعله أيوب السختياني شيخه المباشر، فتسلسل الحديث كله طبقة بعد طبقة، راويا بعد راو، كل يروي الحديث ثم يشير في نهايته بأصبعيه السبابة والوسطى يحكي إشارة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا علم هذا واتضح فلنجيب عن السؤال الذي أثرناه في مطلع هذا الدرس: ما وجه إخراج الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة هذا الحديث في كتاب البيوع مترجما له بقوله: باب في تفسير المشبهات. قال الإمام الحافظ الحجة ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة: الوجه والمناسبة في تخريج الإمام البخاري لهذا الحديث، لهذه القصة تحت هذا الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصدق الأمة ولم يكذبها. لما قال له: فارقها لا خير لك فيها، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا للأمة ولا مكذبا لها، ولكنه أرشد صاحب النازلة إلى ما فيه الورع والتنزيه، لأنه ما دام عاقدا على أنثى يدعى أنها أخته من الرضاع فسيكون في مقام شبهة، والمؤمن يتقي الشبهات. بهذا التفسير وبهذا التخريج وبهذا التاويل خرج الإمام البخاري هذه القصة تحت هذا الباب، لأن غاية ما يمكن أن يقال في صاحب النازلة أنه في شبهة العقد على امرأة تعتبر من محارمه، لأن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فرغنا الآن من تناول الحديث من الناحية الحديثية الصرفة إسنادا ورواية وألفاظا. ننتقل الآن إلى العمل به أو عدم العمل به. هذا الحديث رواه كذلك الإمام الترمذي، لما فرغ من روايته قال: والعمل على هذا الحديث عند بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كانوا يفرقون بين الزوج وزوجه بشهادة مرضعة واحدة. هكذا قال الإمام الترمذي، وهذا الذي قاله الإمام الترمذي فيه نظر كبير. لماذا؟ إذا رجعنا إلى أصل تنزيل المسألة، إلى أصل تنزيل حكم التفريق بين الزوج وزوجه بناء على شهادة مرضعة واحدة، نجد أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو من هو في الفقه والنظر والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما سئل عن حكم التفريق بين الزوج وزوجه لشبهة الرضاع قال: فرق بينهما إذا أثبتت المرضعة خبرها ببينة. ما هي البينة؟ شهادة رجلين أو رجل وامرأتان، بمعنى أنه لم يعمل بظاهر الحديث ولم يكتفي بإعمال شهادة مرضعة واحدة، قال: فرق بينهما إذا أدلت بشهادتها وأدلت ببينة. ثم قال رضي الله عنه وأرضاه: قال: ولو فتح هذا الباب
باب العمل بشهادة امرأة واحدة في الرضاع. لو فتح هذا الباب لم تشأ امرأة أن تفرق بين الزوج وزوجه إلا ادعت هذا. لم تشأ امرأة أن تفرق بين الزوج وزوجه إلا ادعت أنها أرضعتهما. معنى هذا أن سيدنا عمر بن الخطاب لم يعمل بظاهر الحديث. لا نقول أنه لم يبلغه أو أنه لم يقل بثبوته أبدا، بل نقول إنه بلغه، لأن مثل هذه النوازل تعم بها البلوى، تفشو بين الناس. بلغه ولكنه لم يعمل به، لأنه قدر أن المصلحة الشرعية في حفظ النسب لا يمكن أن تتحقق إلا إذا شهد بالرضاع رجل وامرأتان أو رجلان أو امرأتان. هذا قول سيدنا عمر بن الخطاب. بعده الإمام مالك قال: لا تقبل شهادة المرضعة الواحدة إلا إذا فشى خبر الرضاع بين الجيران. إلا إذا فشى خبر الرضاع بين الجيران. أما أن تستأثر امرأة بالخبر وحدها فهذا لم يقبله مالك. والمالكية بعد الإمام مالك في كتبهم الفقهية قالوا: لا يثبت الرضاع إلا بشهادة عدلين، رجلين أو رجل وامرأة. وغير المالكية قالوا أقوالا أخرى لا نطيل بها في مقامنا هذا. إذن الذي نخلص إليه ونصير إليه أن الحديث مع ثبوته والقطع بصحته وفشوه في كتب الحديث لم يعمل به العلماء. السؤال هنا: لماذا لم يعملوا به؟ لماذا لم ينزلوه على واقع الناس؟ قال ابن بطال المالكي شارح البخاري: إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه النازلة لم يصدق قول المرأة المدعية، وإنما أرشد المستفتي صاحب النازلة أي عقبة بن الحارث لما فيه صلاح دينه وسلامة تدينه وحفظه لنسبه. يعني ملخص الكلام أن توجيه النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاده أرشاد الصحابية لما فيه وقاية من الشبهة، فيما فيه وقاية من الشبهة، لأن الحديث الصحيح إنما إن الحلال بين إن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، وفيها أن المؤمن يتقي الشبهات. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد الصحابية لما فيه ورعه ولما فيه العمل بالتنزيه، ينزه نفسه على أن يقال عنه أنه عقد على أنثى هي أخته من الرضاعة. ولذلك فإن العلماء خاصة السنة المالكية حملوا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الصحابية لما فيه البعد عن الشبهة والاتقاء منها والخروج منها. قال: ففارقها عقبة، فارق زوجه وتزوجت غيره. يعني لما علم عقبة بن الحارث أن الأمر جلل وأنه ينبغي أن ينطبق عليه قول الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما أرشده إليه وفارق زوجه. إذن فقها الذي استقر عليه عمل الفقهاء أن الرضاع لا يثبت إلا ببينة، ولا يمكن أن يقبل بدعوى امرأة واحدة. وهنا نخلص إلى النتيجة، لأن الإرضاع في المجتمع الإسلامي كثير جدا. فالأم ترضع أبنائها، وقد ترضع أبناء جيرانها، وقد ترضع أبناء قرابتها وأهلها. وطالما سمعنا من أمهاتنا
أنهن كن يخرجن فيتركن أبناءهن عند الجيران، فإذا بكى الصبي أو الصبية أرضعتها الجارة. لأن الإرضاع عمل تعبدي. المرأة حينما ترضع ابنها فإنها تتعبد الله تعالى، لقول ربنا سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. إذن ما الذي ينبغي أن نصير إليه بتفعيل فطرة الرضاع والحفاظ على النسب؟ الذي ينبغي أن نصير إليه هو أنه إذا وقع رضاع ينبغي أن يوثق كما يوثق النكاح، أن تكون الوثيقة المثبتة للرضاع داخل الحولين وبالشروط المعلومة المعروفة في الفقه، أن تكون وثيقة الرضاع مصاحبة لوثيقة النكاح لئلا يقع لنا ما وقع لعقبة بن الحارث. هذا ملخص ما أردت أن أقدمه في هذا المجلس المبارك الطيب الطاهر، الذي هو منارة من منارات العلم ومنبر من منابر حفظ السنة وإشاعتها وتقريبها للناس. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.